هاد المعلومة غادي تحط ليك نقط على الحروف في أخطر مرحلة في شراء العقار، ضمانة الفلوس. واش عمرك سمعتي باب دارنا؟ هاد القضية خلات الدولة دير حائط صد قانوني جديد باش تحميك. شحال من واحد حط فلوسه في شقة باقية في طور الإنجاز، ومن بعد لقى المنعش العقاري توقف على البناء وفلوسه مشات. هادي ماشي قصة كدوز مرة، هادي خطر دائم إلا ما كنتيش عارف الشروط النجاة الجداد. دابا كاين قانون جديد، تعديل القانون 44.00 ب 107.12 اللي كيفرض على المنعش يعطيك ضمانة إجبارية قبل ما يشد أول درهم. هذه هي الوثيقة السرية لكل مستثمر ذكي. السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو ماشي غادي نوريك غير القانون، لا، غادي نعطيك الخطة الكاملة لكيفاش يتحلل البائع من الضمانة، وفين كاين مفتاح الحفاظ على فلوسك في يد محرر العقد. ولكن خليني نحذرك، إلا سديتي هذا الفيديو دابا راه غادي تفلت عليك شروط الإفراج على الفلوس اللي هي السر القانوني لنجاح العقار في طور الإنجاز. شوف، الضمانة هاد المرة إجبارية، يعني إلا ما عطاهاش ليك عقد البيع الابتدائي باطل. هذه هي القوة الجديدة ديالك. ولكن قبل تنبغي نعتذر من المستمعين والمشاهدين الكرام على اللغة الدارجة، حيث ما تنتكلمش بها مزيان، ولكن ها حنا تنتعلموا وتنحاولوا نوصلوا المعلومة. دابا خلينا مع الضربة القاضية، جوج ديال الضمانات، اختار الأقوى. القانون الجديد عطى البائع يعني المنعش العقاري الحق باش يختار بين جوج ديال الضمانات كما جاء في الفصل 9/618 من قانون الالتزامات والعقود. ضمانة إنهاء الأشغال هي الوثيقة اللي كتضمن باللي شركة تأمين ولا بنك آخر غادي يكمل البناء إلا توقف المنعش الأصلي. هذه هي الأفضل ليك. ضمانة استرجاع الأقساط هي الوثيقة اللي كتضمن ليك تجبر فلوسك إلا ما كملش البناء ولا العقد تفسخ. المهم اللي خصك تعرف، القانون كيفرض على المنعش يعطيك واحد من هاد الضمانات بعد توقيع عقد البيع الابتدائي وقبل ما يشد أول قسط ديال الفلوس. الفخ القاتل، الفلوس مخزونة في يد محرر العقد. هنا فين كاين الحل. القانون دار واحد الإجراء إجباري باش يحميك من تصرف البائع في الفلوس. محرر العقد يعني الموثق ولا العدل ولا المحامي المؤهل عنده ممنوع عليه يفرج على الأقساط المالية لصالح البائع إلى غاية حصول البائع على واحد من ضمانات الجوج المذكورة في الفقرة الأولى، ضمانة إنهاء أو استرجاع، وأداء الأقساط كيكون على حساب تقدم الأشغال، يعني كل مرحلة تتوصل كيطلق ليه قسط محدد. هذا المنع هو صمام الأمان ديالك. الموثق يعني النوطير كيشد الفلوس في حساب خاص وما يمكنش ليه يعطيها للمنعش إلا إلا توفرت الشرط القانوني يعني الضمانة وتقدم الأشغال. شروط الإفراج النهائي، حرية البائع من ضمانتك. البائع كيتحلل بقوة القانون من الالتزام بالضمانة المالية سواء إنهاء أو استرجاع في واحد الوقت محدد. بمجرد تقييد عقد البيع النهائي في السجل العقاري يعني المحافظة، هاد الخطوة هي اللي كتأكد انتقال الملكية ليك، يعني في هاد الوقت العقار ولا ديالك وما بقاتش الحاجة لضمانة استرجاع حيث البيع كمل. وهاد التقييد كيوقف كل مخاطرة النصب ديال بيع الواحد للجوج. اللي خصو يبقى في راسك، لازم تشري عقار عنده تحفيظ أو طور التحفيظ والطالب بضمانة إنهاء الأشغال. الخلاصة القاتلة، القانون دار 3 الحواجز باش يحميك. حاجز الإجبار، الضمانة إنهاء أو استرجاع إجبارية مع العقد الابتدائي. حاجز الأداء، الموثق ممنوع عليه يعطي فلوس للبائع إلى حين حصول الضمانة وإتمام مراحل البناء. حاجز النهاية، الضمانة كتزول غير مع تقييد البيع النهائي يعني الملكية ديالك في المحافظة. دابا السؤال الأخير اللي غادي نخليك تفكر فيه دابا بالجهد، واش غادي تولي مشتري واعي كيطالب بالوثائق القانونية ولا غادي تخسر فلوسك بصلب الثقة العمياء؟ الاختيار ديالك، ولكن فكر مزيان حيت هاد الحاجز القانوني داروه غير ليك. دابا شنو غادي دير؟ وباش تستافد من أي مستجد قانوني في عالم العقار في المغرب، اشترك دابا في القناة باش تولي ديما واعي بالقانون.